على ما تقدم في هذه الأوقات، أوقات الطريق إلى المونديال. يا رينارد المدرب الذي قد جاء بهذه القائمة من الأسماء بالنسبة للمنتخب السعودي: محمد العويس في حراسة المرمى، بالإضافة إلى متعب بن فرج، ريان حامد، وسعود عبد الحميد، نواف بوشل، نايف مسعود، محمد كنو، زياد الجهني، مروان الصحفي، عبد العزيز العليوة، عبد الله الحمدان. أخيرا في قائمة الأخضر، في القائمة نجد فقط اسمين ثابتين في قائمة رينارد في هذه الليلة: محمد كنو بالإضافة إلى سعود عبد الحميد، مع تغيير ل9 لاعبين في هذه المواجهة من أمام المنتخب الصربي الذي جاءت قائمة على النحو التالي: رايكوفيتش في حراسة المرمى، بالإضافة إلى ألكسندر تيرزيتش وبافلوفيتش، ميلينكوفيتش، إيراكوفيتش وستانكوفيتش وسامارتزيتش، وكذلك بيرمانجيفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وغاتشينوفيتش. أخيرا لوكايوفيتش في خط المقدمة إلى جانب المنتخب الصربي في هذه المباراة، في مباراة يقودها على المستوى القانوني السيد مباريات بكأس العالم الماضية، وبالتالي نحن أمام مدرسة كروية مهمة. هكذا تحدث عن المنتخب السعودي السيد باونوفيتش: رغم الخسارة التي تلقاها المنتخب السعودي، لكنه من أمام المنتخب المصري في الجولة أو المواجهة الماضية، لكنه يبقي احتراما وتقديرا للمنتخب السعودي. الرجل ضمن أسماء كثيرة تم استبدالها في هذه الليلة عن المباراة الماضية، وراسية لكنها تمر إلى محمد العويس. رائع جدا محمد بثبات يحصل على الكرة الماضية الرأسية التي جاءت من ميلينكوفيتش، ممتاز في التعامل معها محمد العويس، ثم تمر الكرة في الجهة اليسار عن العاصمة بلغراد هنا في باشكا توبولا. الكرة تلعب طويلة في الأمام، ريان حامد في تدخل مع اللقطة الماضية بكرة تمر المنتخب الصربي في الطرف الأيمن. تمريرة عادت إلى منتصف الملعب لصالح منتخب صربيا. الكرة لعبد الله الحمدان، ينجح عبد الله الحمدان في الحصول على الكرة والتقدم والوصول للمنتخب السعودي بالهدف الأول. الصقر السعودي عبد الله الحمدان يحلق هنا في صربيا، يحلق في TSC أرينا وفي مدينة باشكا توبولا بالهدف الأول للصقر السعودي. 1-0 للمنتخب السعودي، يخطف كرة بين المدافعين وبين رايكوفيتش، مانحا المنتخب السعودي أفضلية في شوط المباراة الأول في الطريق إلى مونديال كأس العالم. الأخضر يتقدم بالهدف الأول 1-0 عن طريق عبد الله الحمدان. عبد الله الحمدان يرفرف بجناحي الصقر السعودي هنا في صربيا ويسجل هدفا اولا في صالح المنتخب السعودي. امامك التمريره الخاطئه، وامامك الكره اللي نجح عبد الله الحمدان في قراءتها ومتابعتها من امام رايكوفيتش، ثم منتخبنا يتقدم باول اهداف المباراه 1-0 في صالح الاخضر السعودي في شوط المباراة الأول. وفي الدقائق المبكرة من شوط المباراة الأول عبد الله مستغلا هذا الخطأ الدفاعي الذي كان إلى جانب حارس. ينطلق عبد الله مع الكرة، عبد الله انطلاقة للأخضر بتمريرة من عبد الله الحمدان على الجهة اليمين. طالت الكرة، وصلت إلى سعود عبد الحميد، وسعود في عرضية لكن لذلك غادرت صربيا مونديال كأس العالم. والكرة لعبت إلى خط الدفاع. نفرج جاءت الودية كان من أمام مقدونيا بهدفين مقابل هدف. الآن الأخضر يتقدم بهدف الحمدان، وكرة ملعوبة لمنطقة الجزاء وفرصة لكنها تقطع. آخر حضور هجومي كان مسالم على مدار 90 دقيقة ولا ملامح فنية واضحة. مباراة المنتخب المصري كانت خسارة، وفي نفس الوقت لحظة أضاءت لمبة الخطر وقرعت أجراس الخطر. وبطبيعة الحال المشاكل الفنية لا يمكن أن دعم مادي ولوجستي واتجاه جمهور ما تأخر يوما عن دعم المعنوي للمنتخب السعودي. طبعا أيضا من أمام كوت ديفوار كان انتصار بالنسبة للمنتخب السعودي. أبو الشامات، ربع ساعة أولى من زمن شوط المباراة الأول لصالح المنتخب الصربي. الآن
الذي يسعى للعودة في المباراة بهدف تعادل. المنتخب الصربي بكرة عند لوكيوفيتش، المحاولة ما زالت قائمة رغم أنه صاحب المبادرة الهجومية الأولى المنتخب الصربي، لكن الأخضر من تمكن من التقدم في شوط المباراة الأول. كرة تمر إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. هذه إعادة مرة أخرى للكرة لوسط الملعب إلى ركلة ركنية واصلة في منطقة الجزاء، ثم مرت الكرة من أمام الجميع في ملاعب كرة القدم الفرنسية. لعبة الكرة للأمام، سعود عبد الحميد يحصل على الكرة، سعود في تمريرة ليلعب كرة في الجهة اليمنى. المحاولة قائمة للمنتخب الصربي بالطرف الأيمن، محاولة المرور ينجح، وبعد ذلك الكرة تمر إلى خارج أرضية الملعب. اللعبة الرمية الجانبية من الجهة اليسرى واصلة داخل منطقة الجزاء. سافيتش يلعب كرة عرضية، في كرة تمر عند سافيتش، وسافيتش يلعبها عرضية لمنطقة الجزاء والرأسية، لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمنتخبنا الوطني. عرضية كانت رائعة من سيرجي سافيتش في الكرة الماضية، وصلت إلى ركلة مرمى لمنتخبنا الوطني. هذه العرضية أمامك والرأسية في المركز الرابع. وبعد بسنوات تولد يوغوسلافيا الجديدة، بعد ذلك ولدت يوغوسلافيا الجديدة بذهبية أولمبياد 1960 في روما، وفضية 1948، وبرونزية ديان ستانكوفيتش وشقيقة فيليب حارس المرمى. كرة اللعب لمنطقة الجزاء لكنها مقطوعة، عادت للمنتخب الصربي على الجهة اليسار إلى محاولة داخل منطقة الجزاء مقطوعة، وتصل في صالح المنتخب السعودي على الجهة اليسرى. تمريرة من خلف المدافعين، رائع جدا المنتخب السعودي في الكرات من خلف رغم حجم الهجمات المتواصلة بالنسبة للمنتخب الصربي الذي يملك كرة ثابتة الآن. وسافيتش يلعب كرة ترتد من المدافعين، تعود بتسديدة لكنها تمر إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة قصيرة في منطقة الجزاء. المتابعة حاضرة من دفاع المنتخب السعودي، تعود من جديد الكرة على الجهة اليمنى. سرعة كرة القدم الصربية سرعة جيدة تحملها كرة القدم الصربية. هذه كرة تتسدد والعويس في تصدي رائع، ثم المتابعة ممتازة من جانب اللاعبين. أقول بأنه هذه النتيجة التي تبقى في حوزة المنتخب السعودي من أمام المنتخب الصربي أعطت اللاعبين الثقة بشكل أكبر بأنفسهم، لذلك الآن الأداء أصبح بشكل أفضل. قادر لاعب المنتخب السعودي على امتلاك الكرة بصورة واضحة، التمرير يأتي بصورة جيدة بين عناصر المنتخب السعودي. كرة تصل إلى ريان حامد، مرت الكرة لخارج أرضيات الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. شوف الكرة اللي تسددت والتصدي وردة الفعل الرائعة جدا من العويس، ثم بعد ذلك المتابعة كانت من المدافعين. أمامك التسديدة الماضية والتصدي من جانب العويس للتسديدة الأخيرة. وصلت الكرة الآن في